بسم الله ومن غير كلام كتير، في حراسة المرمى محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء. طيب هل في حد اتظلم؟ الحقيقة بالنسبة لي انا شايف ان احمد الشناوي كان لازم ياخد فرصة على الاقل لو مكان محمد علاء. دلوقتي بقى ندخل على خط الدفاع. خط الدفاع محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، احمد فتوح، احمد نبيل كوكا. انا بصراحة شايف ان الدفاع 100 100. انت لو شايف ان في لاعب كان لازم يبقى موجود قول لي. انما دلوقتي خلينا في خط الوسط. معانا حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، احمد السيد زيزو، امام عاشور، محمود حسن تريزيجيه. وبرده خط الوسط 100 100. انما بقى خط الهجوم عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، هيثم حسن، ناصر منسي. هنا بقى الصراحه في تعليق. التعليق هو ان انت عندك لاعب في برشلونه اسمه حمزه عبد الكريم، ده لو انت ما تعرفوش يعني. المهم حمزه عبد الكريم ارقامه في برشلونه 100 100 مع احترامي لكل المهاجمين اللي عندك، بس اللاعب دوت عنده ميزه مش موجوده في اي لاعب من دول. انا قصدي بتكلم يعني عن المهاجمين، ميزه الرأسيات. يعني انت تلعب له عرضيات من هنا وهو يسجل من هنا. وعشان اثبت لك ان هو لاعب المفروض يبقى مهم ولازم يبقى موجود في منتخب مصر، منتخب اسبانيا بدأ يحاول يضم اللاعب. فنصيحة مني لازم نضمه قبل ما نرجع ونقول احنا ليه ما ضمناهوش. وانا مش هوصيك على الفيديو ده، عايز لايكاتك واشتراكاتك وتعليقاتك وشيراتك وكل حاجة حلوة. بص احترم ان انا في الاول كده دخلت بيك بالقايمة على طول وقلت لك القايمة في اقل من دقيقة. واعمل كده لايكات بقى وظبط الدنيا، وما تنساش تسمع الفيديو دوت لو عايز تعرف افضل تشكيلة لمنتخب مصر. وسلام.